فما أحلى ما كان يشدو به سيدنا علي وهو الأب، ولطالما يكون من صافي عطاء الله أن يتحدث الأب بنعمة صلاح الأولاد عنده، فيشدو سيدنا علي ذاكرا نعمة الله عليه بهذه الصلات المحمدية، فيقول كرم الله وجهه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحى ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وصبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. وما أحلى وما أجمع وما أنفع قول ساداتنا رضي الله عنهم حينما يروون الخبر مثل ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الأوسط، بل ولقد رواه الإمام الحاكم في مستدركه، كلهم عن سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. قال: صلى بنا رسول الله صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الرابعة اعتلى ظهره الشريف سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فلا زال بهما حتى أنزلهما، فلما سلم صلى الله عليه وسلم أخذ سيدينا الحسن والحسين رضي الله عنهما وأنزلهما في كتفيه اليمنى الأولى واليمنى الثانية صلى الله عليه وسلم، وقال للناس مخاطبا: ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدة؟ ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما؟ ألا أخبركم بخير الناس عما وعمه؟ ألا أخبركم بخير الناس خالا وخاله؟ الحسن والحسين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي بن أبي طالب، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب، وخالهما القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدهما في الجنة، وجدتهما في الجنة، وأمهما في الجنة، وأبوهما في الجنة، وعمهما في الجنة، وعمتهما في الجنة، وخالهما في الجنة، وخالاتهما في الجنة، وهما في الجنة، ومن أحبهما في الجنة. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بلسان الحال قد قال الحسين: أنا ذو الخير وابن الخيرين، من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين، من له أم كأمي فاطمة بضعة الزهراء أم الحسنين، من له أخت كأختي زينب بضعة الزهراء بشرى كل عين، من له أخ شقيق كالحسن طيب الأخلاق مبسوط اليدين، من له عم كعم جعفر ذي الجناحين أصيل النسبين، من له ابن تقي طاهر كابن السجاد زين العابدين، من له مثل أبي حيدرة بطل الأبطال في يوم حنين، عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين، عبد الله إلها واحدا وقريش يعبدون الوثنين، خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرين، فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة بين الذهبين، فأبي شمس وأمي قمر وأنا الكوكب بين النيرين، نحن أصحاب العبايا خمسة قد ملكنا شرقها والمغربين. بلسان الحال قد قال الحسين: أنا ذو الخير وابن الخيرين، صلى الله على جدهما سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.